قصتنا النهاردة بتبتدي برجب، ورجب ده سفاح الشواذ واللي كان بيستدرج ضحاياه بطريقة مرعبة، قاتل متسلسل من نوعه. بس عشان أكون دقيقة في معلوماتي، هو كان صاحب مبدأ، وده طبعا من وجهة نظره هو. القصة دي من أغرب القصص اللي حصلت في مصر سنة 2016 في مصر بالتحديد في الإسكندرية. وبيوصل بلاغ لمديرية الأمن من مجموعة من الأهالي لقوا جثة راجل اسمه وحيد وعنده 54 سنة، ساكن بالظبط في شارع أحمد أبو سليمان شرق محافظة الإسكندرية. محققين بقى لما راحوا هناك وأول ما دخلوا العمارة شموا ريحة صعبة جدا، وأول ما شموها عرفوا إن دي فعلا جثة مقتول. وطبعا الريحة كانت بشعة جدا وبتقوى أكتر كل ما بيقربوا عليها، وده طبعا علشان ميت بقاله كام يوم لحد ما وصلت لمرحلة التعفن وريحتها طلعت. ولما رجال الأمن يدخلوا ويشوفوا الشقة ويلاقوا الراجل مرمي على سريره كان حوالين رقبته فوطة، وباين جدا ان سبب الوفاة هو الخنق بالفوطة، وده طبعا علشان ما كانش فيه اي اثار على جسمه غير الخنق. من هنا بقى يعرفوا المحققين ان اهله وجيرانه هم اللي لاحظوا غيابه، ولما قربوا من شقته وبدأوا يشموا ريحة وحشة فقرروا ان هم يكسروا الباب، ولما دخلوا للأسف لقوه بالمنظر ده، وعلشان كده راحوا متصلين بالشرطة على طول. وبدأ بقى رجال الأمن يسألوا الجيران ويستجوبوهم، ورجعوا كل الكاميرات قدروا يعرفوا ان الضحية طلع البيت وكان معاه واحد غريب، وكل الجيران قالوا انهم اول مرة يشوفوه. وقدر المحققين في الوقت ده يعرفوا هو مين الراجل ده، وراحوا له لحد عنده، وكمان تم القبض عليه علشان يتحقق معاه. والغريب في الموضوع بقى ان هو ما انكرش حاجة خالص، وانه سلم نفسه بمنتهى الهدوء ومن غير ما يعمل اي مشكلة خالص، وكان كأنه كان مستنيهم ان هم يجوا يقبضوا عليه. الراجل كان مسالم معاهم خالص لدرجة ان هو اعترف كمان بنفسه من قبل ما حتى يدوله اول قلم. والله زي ما بقول لكم كده. وقال كمان ان هو اللي قتل حامد، ومش بس كده ده كمان اعترف ان هو ارتكب 4 جرايم تاني، وده طبعا هو اللي قاله بلسانه. فيا ترى بقى الراجل ده مين وايه حكايته، وايه بقى اللي هو بيعمله ده وازاي يعترف على نفسه بسرعة كده؟ اللي في الصورة قدامكم ده اسمه رجب، وتربيته وظروفه كانت صعبة جدا، او تقدروا تقولوا كده انه ما ترباش اساسا. رجب ده كان من اسرة فقيرة جدا، وكانت حياتهم صعبة جدا جدا. كان بيشوف امه وابوه قدام عينيه كل يوم يعملوا مشاكل مع بعض بسبب ان الظروف وحشة والحال مش قد كده. كان من صغره وهو بيشتغل علشان يعتمد على نفسه، وعشان كده كان شاطر جدا، فاشتغل بقى في فرن عيش وقدر يتعلم صنعة العجن والخبز بسرعة جدا، وبعدها بقى صنايعي. لكن طبعا كل الكلام ده ما يمنعش ان هو يبقى قاتل متسلسل او محترف يعني زي ما بنقول. وهو صغير كان بيمسك القطط يخنقها ويموتها، وكان عنده متعة في كده قوي. رجب ده بداية حياته كانت ابتدت بالسرقة، ابتدى يمد ايده على اللي مش ليه، واول حاجة سرقها كانت هي الفرنة اللي اشتغل فيها، وعلشان كده تم القبض عليه بالسرقة، وبقى عنده 16 قضية سرقة ودخل السجن. ولما خرج من السجن قريب جدا قرر يبدأ حياة جديدة، وخد شقة صغيرة كده في منطقة نادي الصيد، وقال يبدأ ياكلها بالحلال واحدة واحدة. وكان متعود يخلص شغل من هنا ويروح يقعد في ميدان محطة مصر، وهو ما كانش ليه أي صحاب خالص وما كانش يعرف أي حد، فقال يقعد كده ويتسلى بمعنى أصح، أو مثلا يتعرف على أي حد علشان يتكلم معاه ويحاول يتعرف على الناس. وفعلا اتعرف على أشرف، وأشرف ده كان عنده نصبة شاي. يعني ايه نصبة شاي؟ يعني واحد عنده ترابيزة كده وحاطط عليها حاجات بتاعة الشاي، وبيعمل شاي للناس بتاعة المحطة اللي عايز يشتري أو أي حاجة. جنب الشاي بيبيع برضه مشاريب سخنة. المهم، وأشرف ده كان بقاله سنين في المحطة والناس كلها عارفاه، وبدأ ياخد ويدي مع رجب في الكلام. وبعد ما اتعرفوا على بعض في يوم من الأيام بقى كانوا قاعدين بيدردشوا دردشة بسيطة خالص، وأشرف يروح قايل لرجب إن الميدان ده مليان مثليين وكلهم بيجوا هنا علشان يتقابلوا ويتعرفوا على بعض، وبعد كده يطلعوا الشقق بتاعتهم. والمصيبة بقى مش في كده وبس، ده المصيبة كمان ان هم كانوا كبار في السن، يعني كلهم معديين ال50 وال60 سنة. رجب اول ما سمع الكلام ده اتصدم قوي من اللي سمعه ده، وكان مفكر ان اشرف بيضحك عليه. واشرف يقوله لو مش عايز تصدق براحتك، بس بكرة هيجي اليوم عليك وتشوف بعينيك. وفي يوم تاني رجب كان قاعد معاه كالعادة في الميدان، واتفاجئ برضه بواحد جه جنبه وقعد يتكلم معاه، بس الراجل ده كان شكله غريب جدا
ولابس لبس ضيق وكأنه قاصد يبين ملامح جسمه، وكان بيتكلم كده بسهوكة ومش برجولة، وقال له تعالى أعزمك في أي مكان ونقعد نتكلم براحتنا.